السلام عليكم صديقاتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم نقدم لكم بلاطو مشكل بربعه الانواع ديال المملحات بورقه البسطيله كيجيو رائعين لذاذ ساهلين وبساط. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ونبداو على بركه الله مع المقادير. بسم الله. بالنسبه للحشوه الاولى كنحتاج ليها 300 غرام ديال الكفته البقري عندنا اللي استعملت. عندي واحد البصله مقطعه مشلضه، عندي واحد البورو مشلض حتى هو، عندي فلفله الوان حمر اصفر وخضر، واحد جوج دروس ديال الثومه. كنحتاجو 300 غرام ديال شعريه الارز اللي مفزكه في الماء غليان ومعصره، يعني تقريبا واحد جوج مربعات. عندنا صوص الصوجه الخفيفه وصوص الصوجه الغامقه، يمكن لكم تكتفيو غير بالصوص الصوجه الخفيفه. عندنا شويه المعدنوس، شويه الزيتون مقطع وشويه الهريسه. كناخذ واحد المقله كنشحروا فيها البصله والبورو والثومه، كنشحروهم مزيان في زيت الزيتون حتى كيتصوطاو ويدبلوا شي شويه. عاد كنضيفوا ليهم الكفته كنخلطوا مزيان مع بعضياتهم حتى كيتجانسوا هاد العناصر وتبل لنا ديك الكفته حتى هي. عندي 300 غرام، يمكن لكم تعوضوها باي كفته بغيتو. انا من الافضل كنستعمل لان درت انواع مختلفه، حاولت انني نستعمل هنايا كفته ديال البقري وهي كتجي بها رائعه. كنعملوا ليها العطريه، عندي شويه الملحه، شويه الابزار، شويه الكمون، شويه القزبور حبوب مطحون، وكنحتاجوا التحميره. كنخلطوهم مزيان حتى يتشحروا لنا هاد العناصر. من بعد كنضيف لهم هذوك الفلافل الالوان، يقدر يقدكم غير نصف فلفله في كل نوع على حساب على حساب هاد الكميه درت غير نصف فلفله. بالنسبه لكم كنتو بغيتو كثر يمكن لكم تضيفوا. كنخلطوهم مزيان ونخليوهم يتشحروا حتى هما مزيان حتى يدبلوا هاد العناصر. كنضيف لهم صوص الصوجه، صوص الصوجه مالحه، ردوا البال مع الملحه، داكشي علاش كنتكيسوا هنايا في الملحه. كنضيفوا صوص الصوجه الخفيفه، صوص الصوجه الغامقه كتعطي شويه اللون غامق، كيتبدل شويه هذا اللون. لا بغيتو لا ما كانش عندكم يمكن لكم تكتفيو غير بصوص الصوجه الخفيفه فقط. نحركوا مزيان حتى يتبل لنا هذا الخليط، ما تكونش فيه قطره الماء، يعني تشحر لينا مزيان وما يكونش فيه الماء. من بعد كنزولوه في واحد لوبول وكنضيف له الشعريه، عفوا اسمحوا لي، كنضيف له الشعريه مازال في المقله باش تنسم لينا مع هاد الكفته. كنحركوهم مزيان حتى تيتجانسوا هاد العناصر، يعني حتى تتشبع لينا بهذاك الماء اللي كيكون مازال في المقله ديالتنا، وتشبع لينا بالمذاق ديال الكفته وتصوطا حتى هي شي شويه، ما تبقاش هكاك غير مسلوقه ولا غير مفزقه في الماء. تشرب لينا مزيان. من بعد ما كتشرب لينا هذاك الماء اللي كاين في المقله كنزولوه مباشره، يعني غير كتحر شي شويه كنزولوها مباشره. كنعملوه في واحد لوبول اللي كنكونوا موجدينه. كنعملو مع هذاك الزيتون مقطع، وعندنا هذاك المعدنوس، الكميه على حسب الاختيار، الزيتون على حسب الاختيار. درت انا شي شويه، الاطفال ديالي ما كيبغيوش، نخليوه حتى يبرد. يمكن لكم تضيفوا الفرماج، انا بغيت نبقى هكا محايده، يعني كل حاجه وعندها المذاقات ديالها. كتجي رائعه هذه الحشوه. بالنسبه للحشوه الثانيه كنستعملوا فيها 300 غرام ديال لاداند مقطع مكعبات او الدجاج على حسب اللي عندكم. عندي 9 الحبات ديال السوريمي اللي مقطعين صغار. عندي 300 غرام ديال شعريه الارز اللي مفزكه ومعصره مقطعه. عندي 100 غرام ديال الفرماج احمر. عندي شويه الهريسه. عندنا واحد 80 غرام او 100 غرام ديال الفطر مقطع مكعبات. عندي لا كريم اللي غنحتاجو فيها واحد جوج معالق كبار. وعندنا بودره ثوم غبره. وعندنا صوص الصوجه. كناخذوا واحد المقلاة اللي كتكون سخونه، كنعملوا فيها شويه ديال زيت الزيتون، كنعملوا فيها داك لاداند، كنشحروا على عافيه مجهده باش ما يطلقش الماء ديالو ويتشحر لينا ويتبدل لنا اللون ديالو، تصوط لنا. كنعملوا فيه معاه شويه الملحه وشويه الابزار، وكنعملوا شويه ديال الثوم بودره، وكنحتاجوا صوص الصوجه. كنصوطيوهم مزيان مع بعضياتهم. من بعد كنضيف ليهم واحد جوج معالق كبار ديال لا كريم، تقريبا واحد 50 غرام او 40 غرام ديال لا كريم كنضيفوا ليه، وكنحركوا مزيان باش يتشرب لينا دوك النكهات ويولي لنا واحد الخليط كريمي شي شويه. كنزولوه من النار ونعملوه في واحد لوبول. وكان في نفس المقلاة كنصوطيو شامبينيون. كناخذوا معلقه ديال الزبده وشويه ديال زيت الزيتون، كان في نفس المقلاة، وكنضيف ليها تقريبا كي قلت لكم 80 الى 100 غرام ديال الفطر الطري اللي استعملت. يمكن لكم ديروا المعلب، ولكن من الافضل الطري. انا استعملت هنايا البورتوبيلو او يمكن لكم شامبينيون دو باري، يعني اي نوع بغيتو.
يمكن لكم ديروا المعلب كي قلنا. كنضيف له ملحه والابصار، وكنضيف له شويه ديال الصوص الصوجا والثوم بودره وشويه ديال الهريسه، وكنصوطيوه مزيان. كنضيف له الشعريه كيف ما كتشوفوا، العافيه مجهده كنضيف له. وهنا ملي طلق ليا شويه د الماء وبدا كيطرطق ليا، كنضيف له الشعريه. عندي 300 غرام شعريه الارز اللي مفزقه في ماء سخون ومقطع معصره، مصفيه ومقطعه صغير، وعبرها هي مقطعه، يعني ماشي قبل، يعني تقريبا واحد جوج مربعات. كنصوتيوهم مزيان مع داك الشامبينيون، كيتشرب ليا هذاك الماء كامل اللي تما في المقله. وكنضيف له شويه لي صوص كاملين، يعني كنضيف له صوص الصوجا والملحه والابزار وشويه ديال الهريسه، ونصوتيه مزيان حتى تيشرب ليا دوك النكهات. وكنزولو كنضيفوه على هذاك الدجاج اللي زولناه اللي صوتينا قبل. كنضيف له السوريمي، كنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم حتى تيتجانسوا هاد العناصر مع بعضياتهم. كنضيف له هنا الفروماج، يعني تقريبا هنا واحد 100 غرام، ويمكن لكم تكثروا على حسب. كنضيفوه هو سخون باش يعطيني هذيك التعليكه لهاد الخليط، يعني يتعلك ليا مزيان. وكنخليه حتى تيبرد باش نعمرو به. بالنسبه للحشوه الثالثه كنضيف ليها، كناخذ واحد العلبه ديال الجبن. عندي هنايا واحد 80 غرام ديال لا دانت فومي، عندي 150 غرام ديال الفرomاج خليط ما بين فرomاج حمر والموتزاريلا، علبه ديال 8 ديال القطع ديال الفرomاج مثلث، عندي واحد صفر بيضه، وعلبه ديال الطون ديال الزيت مصفى من الزيت ديالو. وعندنا الاعشاب المنسمه، كناخذ هذاك الجبن، كناخذ العلبه كامله كنكبها في واحد لو بول او في واحد الكاروت اللي نخلط فيه هاد العناصر مع بعضياتها. كنضيف له الطون اللي كيكون مصفي من الزيت. استعملت طون نقول لكم جولي، ما نكذبش عليكم، لان فيه كميه وفيره، وكنصفيه من الزيت، ماشي طون مفرتت كنلقاه، عاد كنفرتو مزيان. كنضيف له هذاك لادانت فيمي اللي مقطع صغيور، عندي تقريبا واحد 80 غرام، يعني تقريبا واحد 6 القطع كبار ديال لادانت فيمي كنقطعهم صغار. كنضيف ليهم الفرomاج غابي اللي عندي هنايا 150 75 غرام فروماج احمر. انا استعملت الجوده، او 75 غرام الاخرى موتزاريلا. وكنخلط هاد العناصر، عندي 8 د الفرماجات وشويه د الاعشاب المنسمه او لي زيرب دو بروفانس، ونخلط مع بعضياتهم. يمكن لكم تضيفوا حتى شويه د الابزار. ونخلط هاد العناصر، نضيف لهم هذاك الصفار بيضه باش يجمع ليا وباش ما تطرطقش ليا. وحنا كنقليوهم. كناخذوا الورقه تقريبا في هذه الكميه اللي غنحتاجها في هاد الوصفات كاملين. احتاجيت كيلو ونص. كناخذوا الورقه كنقسمها على جوج، ثم هذاك النصف كنقسموه على جوج باش يجيوني شرائط بحال هكا باش نستعملهم. يا اما الحشوه ديال الحشوه ديال لادان والحشوه ديال الكفته. هنايا كيف ما كتلاحظوا انا ما كنبغيش نكثر، ما كنبغيش ندير هذيك الطريقه اللي كيديروا النصف ورقه وكتبقى باش طويهم مثلثات نطويو عليها النص. لا، كندير هكا وكنبقى ندير واحد المعلقه كبيره ديال الحشوه، وكنحاول نشكل بريوات كيف المعتاد. كنحاول ندخل مزيان هذوك الحشوه ونكمل الطويات ديالنا. كنكمل هكا. بالنسبه للبريوات ديال الكفته مع الفلافل، هذه هي الطريقه ديالتها. كنحاول نعمر الجوانب ديالو ملي كيتكب ليا، وكنسدو وكنشكل منه بريوات. والجوانب الاخير كنسدو بلاغو اللي هو خليط ما بين الدقيق والماء، كنخلطوهم مزيان، ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل، هو باش كنسدو هاد البريوات ديالنا. تتنساليو هاد الكميه ديالتنا. هنا بالنسبه للبريوات ديال الكفته، انا حاولت ندير كل حشوه ندير ليها شكل باش يبان لكم. هذا هو الشكل ديالهم. الحجم ديالهم متوسط، يعني كبير، ديال المملحات ماشي حجم صغيور. كنحطهم على جنب حتى نسالي الكميه ديال الكفته الحشوه. بالنسبه لهذيك الحشوه ديال لاداند مع السوريمي، كنحاول نشكلهم على شكل بسيطلات صغيورين. انا حاولت نديرهم مربعات، يمكن لكم ديروهم الشكل اللي بغيتو. يعني بالنسبه لهاد الاشكال ما كتقيدوش بشكل واحد، يعني اللي كتعرفوه يمكن لكم تستعملوهم. بغيتو ديروهم بريوات، بغيتو ديروهم سيجار، اللي بغيتو ديروهم. انا درت هكا هاد الاشكال. انا بغيت نديرهم بريوات، عندي بسيطلات
صغيورين درتهم مربعين. كناخذ واحد الاطار اللي كيكون شكل مربع، كنعمل فيه الورقه هكا شرائط اللي اصلا قطعتهم في الاول، كنعملهم هكا شرائط كنلصقهم بالغو هذاك ما بين ورقه وورقه الجوانب ديالهم، وكنعمر الحشوه ديالتي. كتجي هاد البسطيله ساهله بحال الطويه ديال المسمن، كنطويها كنجمع هذوك الجوانب ديالهم، نحيد الفائض ديال الورقه اللي كان خارج، وكنسد في الاخير بلاغو شويه بداك الطحين باش نسدو هاد الورقه، نقادها مزيان وكنزولهم من الاطار. كنكون ها هي البسيطله ديالتنا كتكون واجده، يعني هذه ساهله. هاد البسيطله المربعه ما كتاخذش الوقت وكتجي الشكل ديالها مختلف على البسطيله ديالنا البسيطلات الصغيورين الدايرين. بالنسبه للشكل الاخير الشكل الثالث عفوا، كنقطعوا الورقه على 4، يعني كنقسموها على النصف، وكل نصف عاوتاني كنقسموه باش يجيونا على شكل مثلثات باش نصايبوا منه سيجار. كنعملوا فيه واحد النصف معلقه كبيره يعني ما عمراش من الحشوه ديال هاد الحشوه اللي فيها الجبن الاجبان ولا دانت فيمي والطون. كنعملوا واحد النصف معلقه ما كاملاش ديال الحشوه، وكنجبدها شي شويه نطلقها. حاولوا انكم ما تزيروش عليها الطويه ديالتها، لانها ملي كتقلى كتنفخ. كنحاولوا نخففوا عليها ما نزيروش. كنحاولوا نكملوا هكا الشكل ديالهم، ما يكونوش مزيرين، حاولوا غير شي شويه ونسدوا الجوانب ب عفوا بالخليط ديال لوغو او الدقيق او الماء، او يمكن لكم تسدوا بياض البيض، او يمكن لكم ما تسدوش كاع بتاتا لان غادي نديروا له البانيور. كنحاولوا نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. من بعد ما كنساليو كندوزوهم في البيض ولا شابلوغ اللي استعملت لا شابلوغ فيها الاعشاب يمكن كتواجد جاهزه، او يمكن لكم تستعملوا البانكو او لا شابلوغ المنزليه، يعني لكم الاختيار ديروا باش ما بغيتوا هاد لي سيكار، او يمكن لكم تخليوهم كما هما وتقليوهم، يعني ما كاينش مشكل. غير قبل ما تبداو ملي تساليو هكا لا بانيور او ملي تساليو لي سيكار ديالكم يكونوا مفوهين، يعني ما يكونوش مزيرين، لان كي قلت لكم هاد الحشوه كتنفخ شي شويه ملي كتبغي تقلى. كيتنفخ اللي فيها الفرماج، يعني لما كنتوش دايرين فيها داك صفار البيض او بيضه على حساب الكميه اللي غادي تستعملوا، راه غادي تخرج لكم هاد في القلي طرطق لكم وانتم كتقليوه. يمكن كاين اللي كيضيف ليهم من غير البيض، كيضيف ليهم واحد المعلقه صغيره ديال الدقيق باش كتشرب لينا هذوك السوائل اللي كيكون ديال لا كريم ديال الاجبان، حتى هي كيضيفوها. كندير هنا لا شابلوغ، قلت لكم شابلوغ اللي شريت شابلوغ منكهه، يمكن لكم تنكهوا الشابلوغ ديالكم اللي كانت عاديه بالمعدنوس بالاعشاب المناسبه، بشويه السودانيه، بشويه الابزار، شويه الثوم بودره، شويه البصل المجفف، يعني لكم الاختيار. او يمكن لكم تستعملوا البانكو لا كان عندكم. قبل ما نقليوهم راه كندخلوهم المجمد باش يشدوا مزيان هذوك الاجبان، عاد كنقليوهم في زيت غزيره. بالنسبه لما تبقى الاخرين كنديرهم في الطاوه ديال الفرن، كنتقبهم حتى هما بكوردو باش ما يطرطقوش ليا، وندهنهم غير بشويه الزيت. يمكن لكم تدهنوهم بشويه صفر البيض لا بغيتو يكون محمر اكثر، انايا غير بزويته. ودخلتهم يطيبوا على عافيه متوسطه. هنايا زيت غزيره من بعد ما كنساليو كنقليوهم، هذا هو الشكل ديالهم. بالنسبه للشكل الاخير اللي انا شدت ليه الورقه، عملت شكل اخر اللي كيتكون عندي فيه جوج بيضات، عندي علبه ديال الطونه بصلصه الطماطم، شويه ديال القزبر مدنوس، شويه الكمون، الفرماج وشويه الملح. كناخذ واحد المقلاة كنديروا فيها شويه الزيت وكنعملوا فيها هذيك البيض. عندي انا درت غير كميه قليله لان شاط ليا غير شويه ديال الورقه، قلت ما نضيعهاش. كنضيف ليها المعدنوس، شويه د الملحه، شويه د الكمون، وشويه ديال السودانيه لا يمكن لكم تضيفوها. كنضيف ليها داك الفرماج، كنخلطهم بحال هكا حتى كيتجانسوا. قبل ما طيب لينا داك الاومليت كنضيف ليهم هذاك الطون ونحركهم حتى ينشف ليا تماما هذا الخليط كيتسمى حشوه ديال المخ الكذاب، كيجي المذاق ديالها بحال المخ. في الاخير كنضيف لهم حتى شويه ديال عصره الحامض ونحركوه مزيان حتى ينشف ليا هذا الخليط باش ما يفزك لياش الورقه ونديها ليا، يعني بقى نحركوه حتى يطيب ليا هذا البيض ونشف ليا هذا الخليط تماما. كنزولوه في واحد الطبسيل ونخليوه حتى يبرد، وعاد نعمروا به الورقه ديالنا.
بالنسبه للورقه كنقسموها على جوج، ثم كل نصف كنقسموه على ثلاثه باش يجيوني بريوات صغيورين بالنسبه لهاد الحشوه ديال المخ الكذاب، لانهم كيبغيو يكونوا صغيورين مينيون. كناخذوا تشرقات تقريبا ديال 4 سنتيم، كنقطعوهم وكنعمروهم بواحد المعلقه صغيره ديال هاد الحشوه. الكمون بالنسبه لهاد الحشوه راه كيكون كتير بالزايد، لان كيجي كينكهم الداد. كنطويوهم ونسدوهم بلا غول اللي هي الدقيق والماء. او يمكن لكم تسدوهم بيض البيض. من بعد كنقليوهم في زيت غزيره مع التحراك المستمر باش يجي اللون ديالهم مذهب ولون موحد. من بعد ما كنساليو كنوجدوا هذوك البريوات ديالنا. راه هاد الشيء كامل، هاد الحشوات يمكن لكم تشكلوهم كيف ما بغيتو، يعني ديروهم سيجار كاملين او ديروهم بريوات كاملين، يمكن لكم تقليوهم، يمكن لكم تدخلوهم الفران كاملين، يمكن لكم تدوزوهم في الاير فراير، يعني اي شكل بغيتوهم. ودرت حشوات بساط اللي ان اللي ماشي مفيهمش فواكه البحر او الحوت اللي كيجي شويه غالي، كيجيو شويه رخاص او ميم طو لذاذ ومنوعين، كل وحده والمذاق ديالها مختلف. من بعد ما كنقليوهم كيف ما كتلاحظوا كنبقاو نحركوا التحراك المستمر، يعني زيت سخونه باش يجيو واحد اللون مذهب، يعني ما يجيش واحد الجهه حمراء بزاف وواحد الجهه بيضاء او صفراء. كنبقاو نحركوهم بحال اللي كنطيبوا البريوات العاديين ديالنا مع التحراك المستمر حتى يذهب اللون ديالهم. كنزولوهم. وهذاك بالنسبه لهذوك اللي فيهم السيجار اللي كيكونوا بالاجبان، قلت لكم تدخلوهم المجمد قبل ما تقليوهم باش هذوك الاجبان يشدوا راسهم باش عاد نقليوهم، او يمكن لكم دوزوهم ديروهم في البانيو جوج مرات باش ما يطرطقش لكم، يعني دوزوهم في البيض وفي لا شابلور جوج مرات. هادو بالنسبه اللي في الفرن حتى هما كيجيو رائعين، يطيبوا على خاطرهم باش تقرمش لينا الورقه وطيب لينا من الداخل ومن برا. كيجي الاشكال ديالهم هكا. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وتجربوهم. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالو وفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. وشهيه طيبه ونهاركم مبروك.